النهاردة هنعمل كيكة سهلة وسريعة ومن غير مكونات، وهتبقى موجودة في كل بيت المكونات بتاعتها وكلها كده على بعض هتبقى في الخلاط. هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ كيكة الفانتا بالبرتقال. هنعملها بقى النهاردة بالفانتا بالبرتقال، تحفة. حاجة بقى جديدة، بديل بقى البرتقال، عصير البرتقال، وبديل الحليب. لما بنعملها الكيكة بالحليب هتطلع معاكي هشة وجميلة جدا، وكلها تبقى معانا في الخلاط، وهتبقى نكهة الفانتا البرتقال قوية جدا فيها، وهتطلع كده مرتفعة زي ما انتوا كده شايفينها، واللون بتاعها في منتهى الجمال. وهنعمل ليها صوص بالفانتا برضو حلو قوي. تابعي بقى معايا الفيديو عشان تعرفي عملنا الطريقة دي ازاي. ولو اول مرة بتشوفي قناتي انا مطبخ يسر، اعملي لايك وشير وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هنا معايا 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وهنا حطيت عليها فانيليا، وهنحط هنا هو كوب سكر، وهنضربهم كويس جدا لحد كده ما اللون بتاعها هيفتحي معاكي. بعد كده هنضيف بقى كوب الفانتا بتاعتنا، هنا هو فانتا البرتقال، وهنضيف كمان نص كوب زيت، ونضربهم كويس جدا لمدة كده 3 دقايق. بعد بقى ما ضربناهم كده مع بعض، هاخدها بقى وهحطها في بولة، وهنشوف بقى المواد الجافة اللي هنحطها عليها ايه. ضفت الخليط كله كده. هنضيف بقى هنا 2 كوب دقيق، وهضيف عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، او ممكن باكو من البيكنج باودر، وهنخلهم كويس جدا. تنخليه بقى كده زي ما انت شايفة. بعد بقى ما نخلتهم خلاص، هبتدي ان انا هقلب الخليط بتاع الكيك، بس التقليب يبقى في اتجاه واحد، وبتاخدي كده من تحت لفوق كده، وقلبي كويس جدا كل المكونات تختلط كده ببعضها وما يبقاش فيها اي تكتلات. كده احنا خلطناه كده مع بعض. بص اللون بتاعها جميل، وده القوام اللي احنا بقى عايزينه. هنا بقى صينية كده مقاس 23 او 25، بتبطنيها بالسمنة او بالزبدة، وتبطنيها كده اهوت، ترشي عليها الدقيق زي ما انتوا شايفين. وهحط الخليط بتاعي واكون مجهزة اللي تديها بس الاول كده خبطتين، تطلعي كده اللي هو منها. وبعد كده بتبقي مجهزة الفرن قبلها ب3 دقايق، بتبقي مشغلاه على الرف بقى اللي في النص، تحطيها على درجة حرارة 180، وبتختبريها كده بعد 30 دقيقة. بتحطي الستيكس فيها او بوز كده السكينة، لقيتيها طلعت نظيفة، بتطفي عليها خلاص وتطلعيها. الوش بقى بتاعها استوت والوش محمرش كده معاكي، بتطفي تحت وتشغلي عليها الشواية. هنا بقى هنعمل لها بقى الصوص الفانتا. هنا كانت بقى كده شوية من الفانتا معايا كده في الكنز زي ما انتوا شايفينها. اخدتها بقى وحطيت كده من حوالي 3 ل 4 معالق كده سكر بودرة، وبالتدريج كده بقيت احط الفانتا لحد ما عملتها كده بالقوام ده، وبتقلبيها كويس جدا. سبت بقى الكيك بتاعتي كده شوية لحد ما بردت كده شوية عشان نعرف بقى نقطعها. بصوا بقى جمال الكيك والارتفاع بتاعها كانت عاملة ازاي، والطعم بتاعها مش قادرة اوصف لكم على جمال طعمها، خطيرة جدا. بصوا بقى ارتفاع الكيكة عاملة ازاي، ولونها ابيض، يعني مع ان احنا عاملينها بالفانتا، ولا لونها غير ولا اي حاجة، وهشة جدا وجميلة. بصوا بقى هنا هنبتدي كده نضيف عليها بقى الصوص الفانتا اللي احنا عملناه مع بعض. حابه بقى يعني في ناس حبت تاكلها بصوص الفانتا، وفي ناس ما حبتش تاكلها كده، فمش مشكله يعني حسب. بس هي بطعم الصوص الفانتا بصراحه كانت خطيره جميله جدا. لو تجربوها بقى وتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم النهارده في الوصفة الجميلة دي. وطبعا يعني هي تعتبر كده ايه جديدة شوية. ومع السلامة، وتابعوني بقى في فيديوهات جديدة. باي.